أهلا بكم يا أصدقائي. في عالم مليان بالقدرات السحرية بيتولد شاب عادي جدا بدون أي قوة وبيتم نفيه خارج المدينة، لكن بيتصدموا إنه بيمتلك قوة جسدية مرعبة. هي دي قصة حكايتنا النهاردة، فقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ حكايتنا وبنشوف مدينة اسمها مدينة الصحراء، وده بكل بساطة علشان كل سكانها بيقدروا يستخدموا السحر، وزي ما احنا شايفين بنلاقيهم بيعرفوا يطيروا، وكمان معاهم كلهم عصيان سحرية بيقدروا يستخدموا بيها السحر، وإن السحر اللي بيستخدموه ده بيعتبر حاجة طبيعية في حياتهم اليومية، لدرجة إن مكانة الناس هناك في المدينة دي بتتحدد على أساس قدرتهم على إتقان السحر. وبعد كده بنروح على غابة موجودة جنب المدينة السحرية دي، وبيكون موجود فيها بطلنا اللي اسمه ماش، وبنشوفه وهو بيشيل أوزان تقيلة جدا من الحديد بكل سهولة، وعنده قوة جسدية جبارة جدا. وبتكون الأكلة بتاعته المفضلة لما بيخلص تمرين هي فطيرة الكريمة. وبعد كده بنلاقي راجل عجوز قاعد في بيت موجود في الغابة واسمه برانديد، وبيقدر يستخدم السحر، وبيكون الراجل العجوز ده هو أبو بطلنا ماش. وطبعا زي ما احنا شايفين بيكون عايش في مكان بعيد عن المدينة السحرية، وهنعرف بعد كده السبب. وبعد كده بنلاقي الراجل العجوز ده بيبص على الباب وبيحس ان في حد بيكسر الباب، فعلى طول بيفتكر ان هو وحش وبيبدأ يصرخ، لكن بيكتشف بعد كده ان ده ابنه ماش. وبنلاقي ابنه ماش ده غبي جدا ودخل كسر الباب، وبيعتذر لوالده وبيقول له بصراحة انا مش عارف الباب ده كان المفروض اسحبه ولا ازقه لقدام. فعلى طول ابوه بيتعصب عليه وبيقول له يعني انت عايش معايا كل السنين دي ومش عارف كل ده الباب بيتفتح ازاي؟ فهنا ماش بيعتذر له وبيقول له خلاص يا بابا انا هركب الباب دلوقتي، وبيجي عشان يصلح الباب فبيركبه بالعرض وبيفضل يخبط عليه لحد لما بيكسره مرة تانية. فوالده على طول بيقول له خلاص يا ابني كفايه كده كفايه، انا مش عاوز ذكاء اكتر من كده. وبعد كده وهم قاعدين ماش بيسأل ابوه وبيقول له هي ليه كل التمارين بتاعتي تمارين جسديه بس؟ وهنا ابوه ما بيرضاش يقول له السبب، لكن بنعرف ان السبب ان الولد ماش ده ما بيقدرش يستخدم السحر، وبيكون مختلف عن كل البشر اللي موجودين في المدينه السحريه. وعلى طول بيرد عليه وبيقول له بعدين انا هجاوبك على السؤال ده، وبيسيبه وبيمشي، لكن بيحذره وبيقول له اياك تروح المدينه دي وانا مش موجود. فبيقول له حاضر يا بابا. ولما ابوه بيمشي على طول بيبص في ورقه موجود فيها بعض الحلويات اللي سعرها حلو جدا وكمان طعمها مميز، فما بيقدرش يقاوم وبيجري بسرعه على المدينه السحريه دي وكأن ابوه ما قالوش اي حاجه. ولما بيوصل المدينة دي بيكون متنكر ومخبي جسمه علشان محدش يتعرف عليه، وبيبص على كل المحلات بيلاقي ان كل اصحاب المحلات بيستخدموا السحر، فبيتعجب على طول وبيقول هو ليه كل الناس في المدينة هنا بيستخدموا السحر مع ان كل الحاجات دي يقدروا يعملوها بايديهم عادي يعني. وبعد كده بيوصل للمطعم وبيطلب الاكل بتاعه اللي هي طبعا فطيرة بالكريمة، وبيطلع الفلوس علشان يحاسبه، لكن صاحب المطعم هنا بيتصدم لما بيلاقي الفلوس كلها متنيه وبايظه. فهنا ماش بيقول له انا اسف انا اتحمست شويه لاني كنت جعان، وهات الفلوس انا هصلحها. وبيصلحها وبيعدلها بايده بكل سهوله وبيرجعها له مره تانيه. وبعد كده بيجي هوا جامد شويه بيطير غطا الراس، وبيتصدم صاحب المطعم لما بيبص في وشه ومش بيلاقي اي علامه. وهنا بنعرف ان كل سكان المدينه السحريه دي موجود فيهم علامات في وشهم، واللي موجود عنده العلامه دي هو اللي بيقدر يستخدم السحر. علشان كده لما بيشوفوا صاحب المطعم وكل سكان المدينه السحريه دي بيتصدموا منه وبيستغربوا ان ده ازاي موجود معاهم لسه في المدينه لحد دلوقتي. لكن في الاخر صاحب المطعم بيخاف وبيديله الفطاير اللي هو طلبها. وبعد كده بنلاقي شخص اسمه كولمان، وده بيكون رئيس الشرطة السحرية، وبيكون بيسمع في الراديو ان أكاديمية السحر اللي موجودة في المدينة هنا كانت عاملة اختبار وفاز بيه ولد اسمه راين. وبنعرف ان اللي بياخد المركز الاول في أكاديمية السحر دي بيتعين في وظيفة كويسة جدا وبياخد فلوس كتير ومركزه بيبقى مرموق في المدينة. ورئيس الشرطة ده بيكون متضايق جدا لانه كان نفسه ياخد كل الامتيازات اللي بياخدها الشخص اللي بيكسب في مسابقة أكاديمية السحر. وبنلاقي رئيس الشرطة ده ماسك حرامي، والحرامي عمال يعتذر له بيقول له انا اسف جدا دي اخر مرة انا هسرق فيها. فبنلاقي كولمان ده اتعصب وبيقول له يعني انت خليتني اشتغل وقت اضافي علشان جريمة السرقة اللي انت عملتها دي، وبيطلع العصاية السحرية علشان ينتقم منه. لكن بيجيله اتصال من احد الشرطيين اللي موجودين في المدينة السحرية وبيقولوا ان احنا لقينا شخص مفيش اي علامة موجودة في وشه. فبيتصدم كولمان وعلى طول بيروح على المدينة علشان يشوفه.
وبعد كده بنرجع على ماش وبنلاقيه ماشي في المدينة السحرية وهو مبسوط قوي وبياكل فطيرة الكريمة، لكن بيخبط في شرطي شكله سكران كده، ولما بيخبط فيه الفطيرة بتيجي على لبس الشرطي، والشرطي هنا بيتعصب وبيقول له انت مش عارف اللي انت عملته ده يعتبر جريمة؟ فعلى طول هنا ماش بيعتذر له وبيقول له خلاص انا هغسل لك الهدوم بتاعتك، فلما بيمسكه من هدومه من كتر قوة ماش الهدوم بتاعت الشرطي بتتقطع، وماش هنا بكل برود بيقول له انا هغسلها لك وارجعها لك تاني. وبنلاقي بعد كده رئيس الشرطة السحرية كولمان وصل وبيقول لظابط الشرطي هو انت فين هدومك بالظبط؟ وبعد كده بيلاقي بطلنا ماش واقف جنبه، واول لما بيروح له علشان يكلمه بيلاقيه بكل برود واقف وعمال ياكل فطيرة الكريمة، لكن هنا بيجي ابوه على طول وبياخده وبيطلع يجري بيه بسرعة قبل ما يتقبض عليه. وبعد كده كولمان بيضحك لما بيلاقي ابوه اخده وهرب، وبيطلع عصاية سحرية من جيبه بيقدر يطلع بيها عصفورة شكلها غريب كده وبيخليها تجري وراهم وتراقبهم علشان تعرف مكانهم. ولما بيروحوا ابوه بيزعق له وبيقول له انا قلت لك 100 مرة ان انت ما تخرجش وانا مش موجود، وكمان حذرتك انك تروح المدينة السحرية. فهنا ماش بيعتذر له وبيقول له ان انا كنت جعان، وهنا ابوه بيقول له طيب عقابا ليك بقى هتكرر تمارين الصباح اللي انت عملتها دي مرة تانية. وهنا ماش بيروح على الباب علشان يخرج ويروح ينفذ التمارين والعقاب اللي ابوه طلبه منه، لكن ابوه على طول بيجري بسرعة على الباب وبيفتحه له علشان خايف ان هو يكسره. وبعد كده ابوه بيقعد مع نفسه وبيقول ان احنا قعدنا مدة كبيرة جدا بعيد عن المدينة السحرية دي وكنا مستخبيين، لكن للأسف اتكشفنا وتعرف مكاننا والشرطة دلوقتي هتيجي علشان تقبض علينا. وبيبص من الشباك وبنشوف العصفورة السحرية اللي بعتها رئيس الشرطة علشان يعرف مكانهم، وفجأة بيدخلوا عليه مرة واحدة وبيكسروا البيت. وبعد كده بنشوف بطلنا ماش بينفذ العقاب اللي ابوه طلبه منه، وبنلاقيه بيتحكم في الاوزان التقيلة دي بكل سهولة جدا لدرجة ان الحيوانات اللي موجودة في الغابة خافت منه. وبيخلص تمرين وكالعادة بيجوع بعد كل تمرين وبيكون نفسه في فطيرة الكريمة، فبيرجع على البيت علشان ياكل. لكن اول لما بيوصل البيت بيسمع صوت خبط جوه البيت، فبيتصنت وبيحاول يسمع ايه اللي بيحصل جوه. وبنلاقي بعد كده رئيس الشرطة السرية بيستخدم العصاية السحرية بتاعته وعامل تعويذة غريبة جدا وماسك بيها ابوه، وبيقول له ان المدينة بتاعتنا دي دايما مزدهرة ومعروف ان هي افضل مدينة بتستخدم السحر، وان اي حد ما بيقدرش يستخدم السحر على طول بنقتله، وبيقول له انك لازم تقول لنا على مكان ابنك. لكن هنا ابوه بيرفض ان هو يقول لهم اي معلومات عنه او حتى مكانه. فرئيس الشرطة هنا بيفضل يستخدم العصاية اللي معاه وبيطلع كور سحرية كده وبيفضل يضرب ابوه بيها. وبعد كده بنتعرف على ذكريات ابوه وبنلاقيه لما كان ولد صغير كان فاشل في استخدام السحر لدرجة ان اهله قرروا يتبروا منه، وحتى لما راح يشتغل كل الناس طردته من الشغل علشان هو فاشل في استخدام السحر. ولما كبر قرر ان هو ينتحر، وهو بينتحر واقف فوق مكان عالي جدا سمع صوت بكاء طفل صغير، وبنعرف ان الطفل الصغير ده هو ماش وان ده ابوه بالتبني. واول لما بيروح له مش بيلاقي في وشه اي علامة من علامات سكان المدينة السحرية، فبيعرف ان اهله تخلوا عنه علشان هو لما هيكبر هيبقى فاشل في استخدام السحر، فبيقرر ان هو يربيه بعيد عن المدينة السحرية. وبعد كده بنرجع لابوه ونلاقيه بيصرخ بصوت عالي جدا وبيقول اهرب يا ماش اهرب يا ماش. فرئيس الشرطة هنا كولمان بيقول لهم بما انه بينادي بصوت عالي جدا فابنه اكيد قريب من المكان ده وما راحش حتة بعيدة، وبيطلب من الضباط اللي معاه ان هم يروحوا يدوروا عليه ويجيبوه. وبيفضل يضرب في ابوه بقوة شديدة جدا، لكن بيرفض ان هو يقول لهم في مكانه وبيفضل يقول اهرب يا ماش واوعى ترجع هنا. وهنا كولمان بيتعصب جدا وبيقرر يستخدم العصاية السحرية ويعمل تعويذة قوية جدا علشان يقضي على ابوه. لكن فجأة هنا الباب بيتكسر وبيدخل ماش ببوكس قوي جدا بيضرب احد الشرطيين اللي موجودين، وبنلاقي الشرطي ده طار من الناحية التانية على طول وخرج بره البيت. وهنا بيتصدم رئيس الشرطة السرية كولمان من قوة ماش، وبنلاقي هنا الشرطي التاني راح له وبيقول له اللي انت عملته ده جريمه وهتتعاقب عليها، قام ماسكه من هدومه ومقطعها له وقعد يديله بالاقلام قلم ورا التاني، وبعد كده قام مديله بوكس مطيره. وبعدها ماش بيعتذر لابوه وبيقول له انا اسف ان انا اتاخرت، وبيقول لرئيس الشرطه بما اني موجود هنا فاستعد للموت. وهنا رئيس الشرطه بيضحك عليه وبيقول له شخص بدون قدرات سحريه هيقدر يهزمني؟ وعلى طول كولمان بيستخدم العصايه السحريه بتاعته دي وبيضرب عليه كره سحريه المفروض ان هي قتلت تنين عملاق قبل كده. لكن هنا بطلنا ماش على طول بيضرب الكره دي بايده ضربه صغيره كده بيطيرها.
فبيتصدم هنا رئيس الشرطة هو وأبوه وبيقول له أنت أكيد صديت الكرة دي عن طريق الصدفة، وبيبدأ يستخدم العصاية مرة تانية وبيضرب عليه أكتر من كرة سحرية. لكن بنشوف هنا ماش بيتعامل مع الكور دي بكل سهولة جدا وبيبدأ يلعب بيهم، لدرجة إن هو بياخد أحد الكرات دي بيلعب بيها برجله. فبيتضايق كولمان وبيقول ده أكيد بيستهزأ بيا. وبعد كده ماش بيقول لابوه لو سمحت اديني العصايه السحريه بتاعتك دي، انا هستخدمها في حاجه مهمه دلوقتي. وبياخد منه العصايه السحريه وبيبدا ان هو يرميها على كولمان. لكن هنا كولمان بيعمل تعويذه قويه علشان يصد اي ضربه هتيجي من ماش. وبيتصدم بعد كده كولمان من قوه ماش لما حدف عليه العصايه السحريه وكسر له التعويذه. وبعدها ابوه لما بيشوف كده بيقول الحمد لله ان التمارين بتاعتي جت بفايده. وبنلاقي رئيس الشرطة السرية كولمان بيقرر يعمل اتفاق مع ماش وبيقول له بما انك بالقوة دي فانا عاوزك تدخل مدرسة السحر وعاوزك تفوز بالمركز الاول، لكن اي جوائز مالية هتحصل عليها اديها لي وانا هساعدك في اي حاجة انت هتحتاجها. وانا واثق ان شخص بالقوة بتاعتك دي هيقدر يتعامل مع اي حد بيقدر يستخدم السحر هناك في المدرسة، ولو رفضت عرض ده فهفضل الحقك انت وابوك لحد لما اقبض عليكم واقتلكم. وهنا بنشوف ماش ان هو وافق على العرض بتاعه وقرر ينضم لمدرسة السحر. ولما بيوافق ابوه هنا بيتصدم وبيقول له انت مجنون، انت داخل اقوى مدرسة سحر. فهنا ماش بيقول له ما تقلقش يا بابا، انا هعرف اتعامل معاهم، انا اقوى منهم. وبنشوف ماش هنا وصل مدرسة السحر وبيقول ان انا بقوتي وايديا دي هقدر اقضي على اي حد بيستخدم السحر. وبكده ينتهي ملخص الحلقة الاولى. فلو عجبتك الحلقة ومتحمس للحلقة اللي بعدها اكتب لنا تحت في التعليقات. كم يا اصدقائي لو لسه ما شفتش الحلقة الاولى من حكاية ماش فانصحك ان انت تروح تشوفها علشان احداثها مهمة جدا. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ويلا بينا نكمل الحكاية. طبعا كلنا شفنا ان ماش قرر ان هو ينضم لمدرسة السحر، ومدرسة السحر دي اسمها ايستون، وتعتبر المدرسة دي تاريخية واقدم مدرسة سحر موجودة في عالم السحر. وبعد كده بنلاقي طلاب كتير قوي موجودين في المدرسة وبيستعدوا للاختبار بتاع القبول. والمعروف عن المدرسة دي ان الاختبارات بتاعتها بتكون صعبة جدا ونسبة النجاح مش بتتعدى 3%، ولازم علشان تنجح في الاختبارات دي تكون بتمتلك قوة سحرية مميزة جدا. وطبعا كلنا عارفين ان بطلنا ماش ما بيقدرش يستخدم السحر. وبعد كده بنشوف مشرف الاختبارات واسمه لوتشي، وبيلاحظ ان العدد اللي بيتقدم للاختبار ده عدد كبير جدا. ولما بيشوفهم بيلاقي ان اغلبهم فعلا من عائلات مشهورة، لان مدرسة السحر دي مش بتضم اي حد. وبنشوف الطلبة هنا ماسكين كتب السحر وعمالين يراجعوها قبل الاختبار. لكن اثناء لما كان هو بيبص عليهم بنسمع صوت خبط قوي جدا، وبنلاحظ هنا ان ماش واقف وماسك الحديد وعمال يتمرن عليه ويرزع على الارض. فبيتصدم لوتشي لما بيشوفه وبيقول ان الامتحان المفروض يبدأ بعد شوية. الولد ده بيعمل ايه وايه اللي خلاه يجيب الحديد ده علشان يتمرن بيه؟ هو فاكر نفسه جيم ولا ايه؟ دي مدرسة سحر. وبيتجنن اكتر لما بيلاقيه ماسك كتاب عن فنون ازاي تقدر تقوي عضلاتك، وبيقول ايه الواد الغبي ده، احنا في مدرسة سحر يعني المفروض يقرا كتب عن السحر بس. وبنلاقي ابو ماش وقائد الشرطة السحرية عاملين نفسهم شجرة ومستخبيين وراه علشان يساعدوه في اي حاجة هو هيتورط فيها. لكن على طول المشرف لوتشي بيشوفهم وبيقول مين المتخلفين دول. وهنا ابو ماش بيكلم الشرطي وبيقول له انت واثق في الخطة بتاعتك دي؟ بيقول له عيب عليك ما تقلقش انا مظبط كل حاجة. وفجأة بيظهر المشرف لوتشي قدام الطلبة وبيعرفهم بنفسه. وطبعا لما بيظهر قدامهم بيعمل سحر كده زي النار، وبيظهر هو من حواليه علشان يبين لهم قد ايه هو ساحر قوي جدا يعني. وطبعا كل الطلبة لما بتشوفه بيكونوا متفاجئين لان هم اول مرة يشوفوه وسمعوا عنه قبل كده ان ده من اقوى 7 سحرة موجودين في المدينة. وبيقولوا رغم ان هو رفيع جدا لكن بيقدر يستخدم سحر قوي جدا ومحدش بيقدر يهزمه او ينافسه في السحر بتاعه. فعلى طول بيحس بالفخر كده والغرور. لكن ماش بيصدمه لما بيقول له بما انك ظهرت وسط النار كده انت مش حاسس بالحر؟ فعلى طول بيتعصب منه جدا لوتشي وبيقول له طيب انا هوريك، انا هسقطك في الاختبارات. وبعد كده لوتشي بيقول لهم استعدوا للاختبار الاول وتفضلوا اقعدوا على المقاعد بتاعتكم. لكن هنا الطلبه مش بيلاقوا اي كراسي ولا اي مقاعد يقعدوا عليها. وهنا الساحر لوتشي بيستخدم العصايه السحريه بتاعته وبيعمل سحر كده بيقدر يظهر مقاعد علشان الطلبه دي تقعد. وهنا ماش برضو كالعاده بيرد عليه بيقول له ما كنتش محتاج ان انت تعمل سحر وحركات كده، كان ممكن تجهز قاعه للاختبارات قبل ما نيجي. وبعد كده بنشوف ورق الاختبار ده نازل من السماء ومعاه ريشه طبعا عشان بيكتبوا بيها، وبيبدا الاختبار.
وهنا لوتشي بيقول لهم ان الاختبار ده صعب جدا ونسبة النجاح فيه هي 3% بس. ولما الطلبة بيفتحوا الورق قدامهم بيلاقوا الكلام عمال يجري كده قدامهم ومش ثابت في مكانه، فبيقول لهم هو ده الاختبار، المفروض ان انتوا تثبتوا الكلام ده وتقدروا تحلوه، وان اللي بيقدر يستخدم السحر بس هو اللي هيقدر يوقف الكلام ده ويترجمه. فهنا ابو ماش بيكلم الشرطي وبيقول له واضح ان ماش هيفشل في اول اختبار، وبنشوف ماش هو عمال يبص في الورقه، ومن كتر ما الكلام عمال يجري حواليه تقريبا كده صدع واتعصب جدا، فقام مكسر الريشه اللي المفروض يكتب بيها وبيقول انا زهقت من ورقه الاختبار دي. لكن بنتصدم ان بعد ما بيكسر الريشه كل الحروف اللي عماله تجري وتتحرك دي بتثبت مكانها وبتترتب. وبعد كده بيروح للمشرف لوتشي وبيقول انا خلصت الاختبار، ولما بيشوف الورقه بيلاقي الكلام ثابت وما بيتحركش، وبيتصدم ان ماش ما عندهوش سحر وقدر يوقف الكلام. وبعد كده ماش بيعمل شويه خدع كده علشان يثبت لهم ان هو بيقدر يستخدم السحر، وبيمسك صخره كبيره وبيمسكها بصباعه وبيبدا يطلعها وينزلها، وطبعا بيكون مخبيها، وكل اللي موجودين هنا بينبهروا وبيفتكروا ان هو بيحرك الصخره الكبيره دي عن طريق السحر، وبيطلع يجري على الميه، وطبعا من سرعته الكبيره بيبان ان هو قادر يجري فوق الميه، وبرضه بينبهروا بيه. وهنا المشرف لوتشي بيتصدم من اللي بيعمله ماش ومستغرب ان هو لسه معمر معاه لحد دلوقتي. وبعد كده بيقول لهم اجهزوا للاختبار التاني، وبيستخدم العصايه السحريه بتاعته وبيطلع متاهه كبيره، وبيقول لهم المفروض ان انتوا تهربوا من المتاهه دي خلال نص ساعه بس، وان المتاهه دي مش عاديه خالص ومليانه فخاخ صعبه جدا. وبعد كده بنشوف ماش وهو واقف ومزبهل كده بيقول ايه ده، ايه المتاهه السهله دي؟ لكن فجاه بتظهر بنته وبتقول له ان انا عاوزاك تساعدني، والبنت دي اسمها ليمون، وبتقول له ارجوك خلينا ماشيين مع بعض، متهيألي لو احنا الاتنين ماشيين مع بعض هنقدر نوصل لخط النهايه بسرعه جدا، وكمان هنساعد بعض في الفخاخ اللي احنا هنواجهها. فماش هنا بيوافق وبيقول لا مفيش اي مشكله، فبتشكره جدا وبيبداوا يمشوا مع بعض. وهنا البنت بتقعد تدور على الفخاخ اللي موجوده في المتاهه دي، وبتقول يا ترى شكلها عامل ازاي، وبتتكعبل في طوبه وهي ماشيه، وماش هنا بيبص لها وفي سره كده بيقول واضح كده فعلا ان هي هتساعدني عشان اعدي المتاهه. وبنعرف ان الفخاخ اللي موجوده في المتاهه دي عباره عن مستويات، والمستوى الاول شويه عفاريت كده ملهاش اي لازمه، والمستوى الثالث ايدين بتطلع من تحت الارض كده وبتمسكهم. وطبعا زي ما احنا شايفين البنت ليمون دي بتقع في كل الفخاخ اللي بتكون موجوده في المتاهه، ولما بتخلص من كل الفخاخ دي بتكون تعبت على الاخر، لكن برضه وهي ماشيه بتقع في فخ حفره وبتنزل تقع على دماغها، وبتطلع من الحفره وبتقول له ارجوك خليك معايا ما تخلينيش امشي وراك، لان بالمنظر ده كده انا هقع في كل الفخاخ اللي موجوده هنا. وبعد كده ماش بيسمع صوت انفجار وبيقرر ان هو يروح يشوف ايه الانفجار ده، لكن هنا البنت بتطلع العصايه السحريه وبتعمل تعويذه من حديد بتقدر تمسكه من ايديه ورجليه. وهنا بتضحك عليه البنت ليمون وبتقول له انا كنت موجوده هنا علشان اعطلك عن المسابقه واخرجك منها وخليك ما توصلش في الوقت المناسب. فبيبص لها باستغراب وبيقول لها ايه السبب اللي بيخليكي تعملي كده؟ فبتقول له مش هقول لك، خليك في حالك، دي اسباب شخصيه. وبتقول له خلي بالك القيود دي انت مش هتقدر تفكها، لان لازم تكون عندك قوه سحريه علشان تقدر تفك القيود دي. فهنا مش بيبص لها كده وبيكسر الحديد اللي في ايده وفي رجله وبيكمل مشي، فبتتصدم لما بتشوفه وبتلاقيه بالقوه الغريبه دي، وبتقول مستحيل ده يكون بشري. لكن فجاه بيظهر وحش عملاق جدا شبه ابو الهول بالظبط، وبيسألها أسئلة أو تقريبا فزورة كده المفروض تجاوبها. وبيسألها سؤال غريب جدا وبيقول لها إيه الحاجة اللي عندها 4 رجلين الصبح وعندها رجلين بس الظهر و3 رجول بالليل؟ وهنا البنت ليمون بتتصدم لما بتشوف السؤال الغريب ده وما بتبقاش عارفة الحل بتاعه، فبتقرر إن هي تستخدم العصاية السحرية بتاعتها علشان تجاوب عليه، لكن على طول أبو الهول بيضربها وبيطير منها العصاية السحرية، وبيقول لها اتفضلي جاوبي على السؤال بتاعي، لكن بتكون خايفة ومتوترة ومش عارفة تركز في السؤال. وبيقول لها بما إنك ما عرفتش الإجابة فاستعدي للعقوبة، وبتقول أكيد ده عقاب من عند ربنا عشان أنا كنت عاوز أخرج ماش من الامتحان. ولسه هيضربها لكن ماش بيجي على طول وبيديله بالبوكس وبيقول له يا متخلف انت، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، مفيش حاجه ب3 رجلين الصبح و4 بالليل و2 الظهر. ولما بتشوفه بتتصدم وبتقول له انت ايه اللي جابك؟ فبيقول لها مالكيش دعوه ده سبب شخصي برضه. وهنا البنت بتقول له خلي بالك رجوعك علشان تنقذني هيخلي الوقت يخلص ومش هتلحق توصل لنهايه المتاهه. فبيقول لها مالكيش دعوه وسيبيني انا اتصرف. وبنشوف هنا الساحر لوتشي مبسوط جدا لما بيلاقي ماش لسه ما خرجش من المتاهه، لكن فجاه بنسمع صوت خبط ورزع بيحصل قوي جدا، وبنلاقي ماش اخترق المتاهه دي وخرج منها على طول. وكل الطلاب بيتصدموا لانه قدر يكسر الجدار بتاع المتاهه دي، والمعروف ان الجدار ده قوي جدا وصلب ومحدش يقدر يكسره غير بقوه سحريه. وبنلاقي هنا مدير المدرسه راجل عجوز وواقف فوق عمال يتفرج عليهم، وبيقول واضح ان الولد ماش ده شخص ذكي جدا ومثير للاهتمام. وبعد كده كل الطلاب بيعترضوا
بيعترضوا على الطريقه اللي خرج بيها ماش من المتاهه، وبيقولوا المفروض كان يمشي المتاهه زينا بالظبط ما يكسرهاش، وبيقولوا ان ده خشاش ولازم يخرج من الامتحان، وبيفضلوا يهتفوا ضده لحد لما البنت بتقول هو ملهوش اي ذنب. لكن على طول المشرف لوتشي بيقول لها اسكتي اوعي تتكلمي، ولو قلتي اي حاجه انا هخرجك من الامتحان. وبتقول له مش مهم عندي، وخلي بالك ان الساحر لوتشي ده هو اللي حرضني عليك وخلاني اكون موجوده معاك في المتاهه علشان اعطلك، وكمان وعدني ان هو يخليني اقبل في المدرسه دي لو انا خرجتك منها. ورغم اللي انا عملته في ماش ده وحاولت اعطله، لكن لما تعرضت لمشكله رجع على طول علشان ينقذني، وكمان اعترف لي بحبه وقال لي ان هو عاوز يتجوزني. فماش هنا بيتصدم بيقول لها انا ما قلتش كده اصلا، فبتقول له لا انت انقذتني من ابو الهول العملاق ده، وكمان لما كنت موجوده معاك في المتاهه كنت تعبانه ومش عارف امشي وانت قلت لي ان انا هشيلك، وكل ده بيعبر ان انت بتحبني. وهنا على طول الساحر لوتشي بيقول مش مهم طالما اعترفتي وبينتي كل حاجه، احب اقولك ان انا المشرف هنا في المدرسه دي وبايدي ان انا اقدر اخرج اي حد من الامتحان. وبيقول لهم وانا من موقفي هذا بعلن ان انتوا الاتنين بره الاختبارات دي وساقطين، الا في حاله واحده بس لو قدرتوا ان انتوا تهزموني بالسحر. وبيبدا يطلع العصايه السحريه وبيبدا يعمل دايره سحريه قويه جدا حواليه، وبيقول مين فيكم هيقدر يتحداني علشان ينجح. لكن يا عيني على الصدمه ماشي على طول بيجري عليه وبيمسك العصايه السحريه بتاعته وبيكسرها، وبيقول له على فكره انت بتحب تتكلم كتير ليه؟ وكل الطلبه يعني لما بيشوفوا عصايه الساحر لوتشي اتكسرت بيتصدموا، وكمان ابو ماش لما بيشوفه بيقول ايه اللي بيحصل ده، انا مش مصدق عيني. وفجأة بيظهر مدير المدرسة وهو طاير في السماء وبيقول لهم سكوت مش عاوز كلام، انا عاوز ماش وهعمل له مقابلة خاصة، وبياخد ماش وبيوديه على القاعة السرية بتاعته. وهنا مدير المدرسة بيسأله اول سؤال وبيقول له انت ايه اللي خلاك تيجي مدرسة السحر دي وتقدم فيها؟ فبيقول له ببساطة ان انا عاوز اعيش حياة هادئة مع ابويا. وتاني سؤال بيسأله له بيقول له ايه اللي رجعك لما كنت في المتاهة علشان تنقذ البنت؟ فبيقول له بصراحة مش عارف، بس انا كنت هحس بالندم لو سبتها ومشيت. فبيبص له وبيقول له واضح ان انت من النوع اللي بيتصرف على طول من قبل ما يفكر، وما فكرتش خالص ان ممكن يكون ابو الهول ده اقوى منك، او مثلا انك تفشل انك تكسر الجدار بتاع المتاهه. فبيقول له بصراحه انا بتصرف على طبيعتي ومش بفكر في الحاجات دي. فبيقول له واضح كده ان انت ما تعرفش حاجه عن العالم اللي انت عايش فيه، وكمان ما تعرفش ان في اشخاص ممكن يكونوا اقوى منك، وقول لي بقى هتعمل ايه لو واجهت حد عنده قوه اكبر منك بكتير. وبعد كده بنشوف المدير ده عمل تعويذه قويه جدا، وظهر زي جهاز كده موجود عليه دميه، والمفروض ان الدميه دي هينزل عليها سيف يقتلها. وكل اللي موجودين في الاجتماع بيتصدموا لما بيشوفوا التعويذه دي، وبيقولوا ان التعويذه دي قديمه جدا وقويه جدا. وهنا بيقول له خلي بالك الدميه دي انا اقدر اتحكم فيها واجيب شخص عزيز عليك واحطه مكان الدميه، وساعتها السيف ده هينزل علشان يقتله. وهنا بنشوف ابو ماش اغمى عليه وتقريبا روحه اتسحبت وراحت مكان الدميه، وبيقول له انا جبت ابوك مكان الدميه دي، ولو السيف نزل علشان يقتل الدميه دي روح ابوك مش هترجع مره تانية جسمه. فهنا ماش على طول بيتعصب وبيجري عشان يضرب السيف ده ويكسره، لكن بيلاقيه صلب جدا وايديه بتتجرح. فبيقول له شفت دلوقتي اقتنعت ان في اشخاص ممكن يكونوا اقوى منك؟ قول لي بقى يا باشا هتتصرف ازاي في الموقف اللي زي ده؟ فعلى طول ماش بيجري بسرعه وبيوقف السيف تحت ايده وبيتجرح، وبيقول له واضح ان انت استخدمت قوه كبيره جدا من جسمك علشان تعمل التعويذه دي، ومش هتقدر تخلي التعويذه دي للابد. فبيتصدم مدير المدرسه من قوته ان هو قدر يوقف التعويذه دي. وبعد كده بيقول له واضح ان قوتك دي اللي انت بتستخدمها علشان تضرب بيها الناس بتقدر تستخدمها كمان علشان تأذي بيها نفسك وتحمي بيها الناس، وواضح جدا ان انت ممكن تضحي بحياتك علشان تنصر شخص ضعيف، وان الصفات دي لازم بتكون موجوده في الابطال اللي زيك. وبعد كده بيوقف التعويذه وبيعتذر له وبيقول له خلي بالك انا ما كنتش قاصد ان انا اجرحك او اذيك. فبيقول له مفيش داعي للاعتذار. وهنا ماش بيقول للمدير حاجه صدمته جدا، وبيقول له لو انت يا حضره المدير جيت ووقفت قدامي وكنت عاوز تواجهني انا هتصرف ازاي؟ احب اقول لك ان انا لو كنت هواجهك كنت هنزل عليك بالبوكسات وادي لك علقه محترمه. فكل اللي موجودين في القاعه بيقولوا له ايه الوقاحه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ وهنا مدير المدرسه بيقول له اهلا بيك في مدرسه السحر، الاشخاص الابطال اللي زيك لازم يكونوا موجودين في المدرسه. وبنشوف ان روح ابوه رجعت مره تانية لجسمه، وهنا الشرطي بيكون مخضوض عليه جدا وبيقول له الحمد لله اللي انت بقيت كويس. وبعد كده بنروح لأول حصة في مدرسة السحر، وبنلاقي المدرسة بتاعتهم بتعلمهم ازاي يستخدموا السحر علشان يفكوا القفل، وبتقول لهم ان انتوا لازم تستخدموا السحر ده وتقولوا تعويذة معينة بالعصاية اللي معاكم علشان تقدروا تفتحوا القفل. لكن ماش بيكسر القفل بايده وبيقول لها انا فتحت اهو، فبتتعصب عليه وبتقول له انت كده ما فتحتهوش انت كسرته. فهنا ماش بيعتذر لها وبيقول لها معلش انا اصلا ما بعرفش استخدم السحر. وهنا بيكون في ولد واقف وعمال يتفرج عليه وبيقول واضح كده ان ماش ده شخص خطير جدا وربنا
يستر وما يكونش موجود معايا في الاوضه بتاعتي، وبيسيبه ويمشي وبيروح يدور على الغرفه بتاعته. واول لما بيوصل الغرفه بتاعته بنلاقيها من غير باب، وبنلاقي ماش هنا ماسك الباب، وطبعا كلنا عارفين ان ماش غبي جدا وما بيعرفش يفتح الباب. فعلى طول الولد ده بيقول واضح ان انا اتورطت معاه وشكلي كده مكمل معاه في الاوضه. وبالمناسبه الولد ده اسمه فين. وبعد كده ماش بيقول له معلش استحملني، انا ممكن اكون غبي شويه فخليني قاعد معاك، ولو سالتك على اي حاجه ارجوك فهمها لي بالراحه. وبيبدا ماش يعرفه على العضلات، وهنا الولد بيتصدم وبيقول ده واضح كده كمان ان هو مدي اسماء للعضلات بتاعته. وبعد كده ماش بيساله على المكان اللي هم قاعدين فيه، وبيقول له ان المكان ده مخصص للطلبه اللي لسه مقبولين في المدرسه، لكن في مكان تاني بيبقى موجود للطلبه الاصليين اللي موجودين في المدرسه. وهنا ماش بيساله بيقول له تعرف مكان اسمه المنجم المقدس؟ ففين هنا بيرد عليه وبيقول له عشان تروح المنجم ده لازم تجمع عملات ذهبيه، والعملات دي بنجمعها من الامتحانات اللي احنا بنعملها جوه المدرسه، وطبعا كل لما تجيب درجه عاليه بتقدر تجمع عملات ذهبيه اكتر. فماش هنا بيتصدم وبيقول واضح كده ان انا مش هعرف اروح المنجم المقدس. وهنا ماش بيشكر الولد فين وبيقول انا متشكر جدا صدعتك بالاسئله بتاعتي، وبيطلع فطيره بالكريمه علشان يديها له. والولد لما بيشوفه معاه فطيره بالكريمه بيتصدم وبيقول له انت جبتها منين دي؟ هو انت بتستخدم السحر ولا ايه؟ لكن لما بيدوق الفطيره دي بتعجبه وبيقرروا ان هم يبقوا اصحاب. وبكده ينتهي معانا ملخص الحلقه الثانيه من حكايه ماش. لو عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ولسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت من حكايه ماش فانصحك انك تروح تشوفها علشان حلقاتها مهمه جدا. وقبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ويلا بينا نكمل الحكايه. شفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نجح ماش ان هو يعدي اختبارات القبول، وكمان قدر يهزم المشرف على الاختبارات دي ويكسر له العصاية السحرية. وبنشوفه كمان اتعرف على ولد اسمه فين وبيكون مقيم معاه في نفس الأوضة. وبعد كده بنلاقي ماش عمال ياكل فطاير الكريمة ومش بيذاكر، وبنلاقي الولد فين هنا عمال يذاكر كتب السحر. وبعد كده ماش بيفتكر ان هو ناسي حاجة مهمة، وان هو عنده حصة كمان شوية المفروض يستخدم فيها المكنسة السحرية، لكن بيكون ناسي يجيبها. وبعد كده بيطلب من الولد فين ان هو يسلفه المكنسه بتاعته. فهنا فين بيساله بيقول له طب ما تاخد المكنسه بتاعتك هي فين؟ فبيقول له انا نسيتها وجبت مكانها خشبه. فهنا فين لما بيشوفها بيتصدم وبيقول له انت مش عارف تميز ما بين المكنسه السحريه وما بين الخشب؟ فبيقول له سامحني اصل انا طالب مهمل. لكن في الاخر الولد فين بيوافق ان هو يديله المكنسه بتاعته. وبعد كده بنلاقي الطلاب واقفين علشان يبداوا الحصه بتاعتهم ويتعلموا ازاي يستخدموا المكنسه السحريه، واللي بيعلمهم هي نفس المدرسه اللي كانت موجوده معاه وبتعلمه ازاي يفتح القفل. وبتقول لهم المفروض ان انتوا توجهوا ناحيه المكنسه دي العصايه السحريه اللي معاكم وتطلبوا منها ان هي تطير، لكن لازم تركزوا الطاقه السحريه بتاعتكم وانتوا بتطلبوا من المكنسه دي انها تطير. وبتقول لهم يلا ابداوا. وبنشوف هنا الطلبه كل واحد ماسك العصايه السحريه بتاعته وموجهها ناحيه المكنسه وبيطلب منها انها تطير. وبنشوف ماش هنا وهو عمال يتفرج عليهم ومش فاهم اي حاجه، وعارف ان هو ما بيقدرش يستخدم السحر، لكن بيفتكر كلام قائد الشرطه السحريه لما طلب منه ان هو يكون الاول في المدرسه دي علشان يقدر يعيش مع ابوه في سلام مره تانية. وبيبص للمكنسه وبيرفع ايده وعمال يقول لها طيري. وبعد كده بنشوف ولد جاي علشان يتنمر عليه وبيقول له ازاي انت مش عارف تطير المكنسه دي، وازاي اصلا واحد زيك ما بيقدرش يستخدم السحر يدخل المدرسه بتاعتنا. فبيتضايق جدا ماشي من كلامه وبيقرر ان هو يضرب الارض برجله، وطبعا من قوه ضربته المكنسه بتطير في الهواء وبيقدر يمسكها. وبعدها بنشوف الولد اتعصب جدا وبيقول له انت غشاش وانك دايما بتنجح باستخدام الحيل الرخيصه. لكن بعد كده بنلاقي المدرسه بتاعتهم وبتقول لهم يلا التدريب التاني هو ازاي نقدر نطير بيها. وهنا بيفرح جدا الولد وبيبقى عارف ان ماش مش هيقدر يطير بالمكنسه دي، فبيقرر ان هو يعمل معاه تحدي. وبيقول له لو انا كسبتك في التحدي ده المفروض ان انت تطيعني لمده يوم كامل. فماش هنا بيوافق على التحدي وبتيجي المدرسه علشان تكون الحكم ما بينهم. وبنشوف هنا الولد وهو فرحان جدا وواثق قوي من نفسه ان هو هيقدر يكسب ماش لانه بيقدر يستخدم المكنسه السحريه دي من ايام الاعداديه. وبيقول مستحيل ان انا اخسر من واحد فاشل اصلا ما بيقدرش يستخدم السحر. ولسه المدرسه بتقول استعدوا وانطلاق، بنلاقي ماش هنا اختفى ووصل على طول وكسب الولد. وهنا يا عيني الولد بيتصدم وبيقول هو ايه اللي حصل بالظبط، ازاي ماش قدر يوصل الناحيه الثانيه بالسرعه الكبيره دي. وبنشوف هنا المدرسه وهي بتفتح بقها وما بتكونش مصدقه السرعه الرهيبه بتاعت ماش، لكن بنلاحظ ان فين كان بيتفرج عليه وقدر يعرف السبب ان هو يوصل بالسرعه دي. وبيقول لما بدا السباق ماش هنا رمى المكنسه بعيد وبعد كده نط في الهواء وركب عليها، وطبعا بسبب سرعه ماش الرهيبه كان باين لنا ان هو راكب فوق المكنسه وطاير بيها. وطبعا كل اللي موجودين بيكونوا
بيكونوا فاتحين بقهم ومش مصدقين، والولد هنا بيجري عليه وبيقول له برضه تستخدم حيله جديده علشان تغش وتكسب بيها. وماش هنا بيرد عليه بكل استفزاز وبيقول له بقول لك ايه، الاتفاق بتاعنا ان كل واحد يطيع التاني لمده يوم واحد اعتبره ملغي، لان باين عليك كده عيل غلبان جدا ومش هتكسبني في اي حاجه. وبعد كده بيظهر ولد اسمه لويد وبيكون مبتسم دايما كده، وبيقول للولد المشاغب ده اعترف بالهزيمه بتاعتك. وبعد كده بيستخدم تعويذه خاصه بيه بيقدر يقفل بق الولد المشاغب ده، فبيخاف على طول وبيسكت. وبيعتذر لماش وبيقول له انا اسف جدا ان الولد ده ضايقك، فبيقول له مفيش حاجه ومفيش اي مشكله. وبنلاحظ هنا ان كل الطلبه خايفين من الولد لويد ده، وبيقولوا طالما ماش وقع معاه في مشكله يبقى واضح كده ان هو مش هيسيبه في حاله. وهنا بنشوف الولد لويد وهو بيرحب بيه وبيقول له بصراحه من ساعه انضمامك للمدرسه دي وانا معجب بيك جدا وحابب اننا نكون اصدقاء. وبيعرفه بنفسه، لكن بتيجي المدرسه هنا وبتقول لهم ده وقت حصه مش وقت تعارف. فبيقول له لويد هنا انا عاوز اشوفك بعد انتهاء اليوم الدراسي. وبعد كده بيمشي هو والولد المشاغب ده وبيروحوا في حته على جنب، وساعتها لويد هنا بيقول له واضح كده ان هو قدر يلعب بيك وكمان يستهزئ بيك وبيكسبك، ومش ده اللي انا قلت لك تعمله بالظبط، وانت كده تقريبا فشلت في المهمه بتاعتك. وعمال يضرب فيه، والولد يعني بيكون خايف جدا، وبيكون واقف معاهم ولد تالت وبيكون خايف يتدخل اثناء لما كان لويد ده بيضرب الولد. وبعد لما بيضربه بيقول اخيرا لقيت لعبه هلعب بيها، وطبعا قصده على ماش. وبعد كده الولد ماش بيكون رايح الاوضه بتاعته وبيسال هنا فين، وبيقول له انا حسيت ان كل الطلبه اللي واقفين كانوا خايفين من لويد. فبيقول له فعلا كل الطلبه اللي موجودين بيخافوا منه لانه ابن مسؤول كبير في مدرسه السحر. وبيقول له انت طبعا عارف الكوسه اللي موجوده في المدرسه هنا والوسايط، علشان كده كل الطلبه بيخافوا يجي جنبه لانهم ممكن يترفضوا من المدرسه لو فكروا ان هم يعصوا امره. وبيقول له كمان ان هو عامل صداقه قويه جدا مع نائب مدير المدرسه، يعني واضح كده ان الواد ده جامد من الاخر. وبيقول له على فكره الموضوع ده اتكرر كتير، مش اول مره يحصل معاك يعني، فنصيحه مني ابعد عن الولد ده. فماش هنا بيكون منفض له ومش فارق معاه اي حاجه. وبعد لما اليوم الدراسي بيخلص بنلاقي ماش موجود في المطبخ وعمال يعمل فطاير الكريمه اللي هو بيحبها، وهو بياكلها بيفتكر ابوه بيقول كان نفسي بقى ياكل معايا الفطاير الجامده دي، لكن بعد كده بيعرف ان هو لازم يكون الاول في المدرسه دي علشان يقدر يعيش في امان معاه بعد كده. وبيفتكر ان هو كان عنده مقابله مع الولد لويد ده لكن بيطنش. وبنشوف هنا لويد وهو واقف مستنيه وبيكون متعصب جدا وكل اصحابه خايفين منه، وبيقولوا كده واضح ان يوم ماش ده مش هيعدي على خير. وتاني يوم في المدرسه بيكون عندهم برضه حصه في السحر، فبيبدا ماش يطلع كتاب السحر بتاعه لكن بيلاقي الكتاب متقطع. وبنلاحظ هنا فين بيكون بيشوفه وبيكون متوتر جدا. وبعد كده بيوصل الولد لويد وبيقول له ايه يا عم انت نفضت لي امبارح ليه؟ مش كان عندنا مقابله وانت ما جيتش؟ فبيقول له معلش انا اسف والله انا نسيت، كان عندي حاجات مهمه بعملها. فبيقول له طب ايه هي الحاجات المهمه دي؟ فبيقول له انا كنت بعمل فطاير بالكريمه. وبعد كده لويد بيقول له انا كنت عارف ان انت نفسك تطلع الاول على المدرسه وتروح المنجم المقدس. فبيقول له ايوه طبعا ده الهدف بتاعي اصلا. فبيقول له خلي بالك انا علاقاتي قويه جدا مع المدير، وكمان وصيت عليك بعض الناس المهمه هنا في المدرسه علشان يساعدوك في الامتحانات. فبيشكره ماش جدا وبيقول له معلش يعني هو ده مقابل ايه؟ فبيقول له بدون مقابل، انا اصلا شخص طيب وبحب اساعد الناس، لكن هطلب منك شويه خدمات بسيطه كده، ان انت يعني تشيل الكتب بتاعتي وتمسح لي الجزمه بتاعتي، بص شويه حاجات بسيطه كده مش هتتعبك. وبعد كده بنشوف تاني يوم وهو في الحصه بتاعته بيطلع كتاب جديد وبيلاقي الكتاب بتاعه برضه متقطع، فبيقرر ان هو يستلف الكتاب من فين وبيقول له اديني الكتاب بتاعك. ففين هنا بيرفض ان هو يديله الكتاب، لكن ماش بينفض له وبيعمل كانه ما سمعش حاجه وبيروح يقعد جنبه وبياخد الكتاب بالعافيه، وبيقول له انت باين عليك شخص طيب وانا متشكر جدا. وبيطلع كيس من معاه موجود فيه فطاير الكريمه وبيديها له وبيقول له ده علشان انت وافقت ان انت تديني الكتاب بتاعك. وبعد انتهاء الحصه بنشوف الولد لويد ده وهو واقف مع ماش وبيكون بيشرب كوبايه ميه، لكن بيوقعها من ايده بالقصد علشان يخلي ماش يمسحها ويذله، وبيقول له معلش الميه اتكبت من ايدي غصب عني انا عاوزك تمسحها. وبعد كده لويد بيسيبه ويمشي وبيفضل يتريق عليه، وبيفضل ماشي يمسح في الارضيه لحد لما بيخليها بتلمع، لكن بعد كده كتاب السحر بتاع الولد فين ده بيقع منه وبيقرر ان هو يرجع علشان يديهوله ويلحق الحصه بتاعته. وبعد كده بنشوف الولد لويد وهو واقف مع فين وبيقول له واضح ان ماش ده شخص بارد جدا وما عندوش دم، وكل الحاجات اللي احنا عملناها معاه دي ما اثرتش معاه باي حاجه، فعاوزك المره الجايه ان انت تحرق له الهدوم بتاعته. لكن هنا على طول فين بيرفض وبيقول لهم انا مش هعمل اي حاجه تاني انتوا بتطلبوها مني. فبيقول له معلش يعني ما سمعتش انت بتقول ايه؟ فبيقول له زي ما قلت لك كده انا مش هاذي ماش مره تانيه. لكن هنا لويد بيتعصب جدا وبيفضل يضرب في الولد فين وبيستخدم تعويذه خاصه بيه وبيقيده وبيخليه مش عارف يتحرك.
وبعد كده بنشوف ماشي هو معاه الكتاب ورايح يديه لفين، لكن بيسمع صوت ضرب قوي جدا وبيروح بيلاقي الولد فين عمال يتضرب. وبعد كده فين هنا بيعتذر له وبيقول له انا اسف، انا اللي كنت بعمل فيك كل الحاجات دي، وانا اللي كنت بقطع كتاب السحر بتاعك، وده علشان للاسف كانوا بيأمروني وانا كنت خايف من لويد، لكن لما سمعتك بتقول عليا ان انا شخص طيب وانك بتحبني فقررت ان انا اوقف الحاجات دي. ومش هنا بيقول للولد لويد انت عملت ايه بالظبط فيه؟ فبيقول له ولا حاجه، انا قلت له بس اعتذر لي، فهو رفض. وبعد كده لويد بيقول لفين شفت بقى ما كانش ليها لازمه المقاومه دي، ولو اعتذرت لي انا كنت هسامحك زي ما اعتذرت لماش. وبيقول لي ماش انا رايح اخد الغدا بتاعي مع نائب المدير فتعالى معايا. لكن ماش هنا بيكون متضايق جدا وبيروح ناحيه الولد لويد وبيمسكه من دماغه وبيخبطه في الارض خبطه جامده. وبنشوف هنا لويد يا عيني بقى بطاطس محمره، وبيقول له انت اللي المفروض تعتذر للولد فين على اللي عملته فيه. وهنا كل اللي واقفين مع لويد بيتصدموا، وفين بيقول له خلي بالك اللي انت بتعمله ده هيتسبب في اذيتك وهتطرد من المدرسه. فبيقول له هو فارق معاك قوي يعني بعد ما ضربك كده ان انا اطرد او لا؟ وبعد كده بيوصل نائب المدير وبيقول له ايه المصيبه اللي انت عملتها دي؟ انا شفت الخناقه اللي ما بينكم. وبيقول لي ماش خلي بالك الولد اللي انت ضربته ده ابوه موصيني عليه جدا، وانا شفت كل حاجه وهقدم شكوى ضدك علشان تترفد من المدرسه. فعلى طول ماش بيروح له ومش بيهمه كلامه وبيديله برجله على طول في وشه، وبيقول له واضح كده ان انت شخص ضلالي ومش بتتقي ربنا وعاوز تفتري عليا. وبيقول له ما شفتش ازاي الولد لويد استهزأ بفين وفضل يضرب فيه. وهنا نائب المدير بيتعصب جدا وبيقول له ازاي تمد ايدك عليا، وبيطلع عصايه السحر، لكن ماش هنا بيديله بالطينه في وشه وبيكون حفر الارض وعاوز يدفنه فيها. وبيقول له خلي بالك انت لو بلغت اداره المدرسه عني انا هدفنك مكانك، فورينا بقى ازاي هتجيلك الجرأه ان انت تبلغ عني. وبيقول له خلي بالك انت مش هتهرب من عقابي ده حتى لو انا كنت مسجون، وبيقعد يخوف فيه كده. فبيوافق هنا نائب المدير ان هو ما يعملوش اي حاجه. وبعد كده بيستدعيه مدير المدرسه وبيقول له انت عارف انت هنا ليه؟ فبيقول له تقريبا عشان انا حرقت فطاير الكريمه. فبيقول له لا ما تستعبطش انت عارف السبب، والمفروض ان طلع قرار من مجلس اداره السحر بفصلك من المدرسه، لكن انا مش هدي القرار ده اي اعتبار لاني عارف كل اللي حصل وشفت كل حاجه بنفسي، وعارف قد ايه العالم اللي احنا فيه ده مليان بالفساد والغش، وعارف كمان قد ايه انت شخص طيب وبتساعد اي حد محتاج لك، علشان كده القرار ده انا مش هوافق عليه. وبيحرق بعد كده القرار بتاع الفصل بتاعه وبيقول له انا عاوزك تجتهد في المدرسه دي وتطلع الاول علشان تروح المنجم المقدس. فبيقول له ايوه طبعا. وهنا مدير المدرسه بيلاقيه متحمس فبيقرر ان هو يشرح له ازاي يطلع الاول في المدرسه ويروح المنجم المقدس، وده عن طريق ان هو يجمع بعض الجوائز، والجوائز دي عباره عن عملات ذهبيه وفضيه وبرونزيه، وبيقدر يجمعهم عن طريق الاختبارات بتاعه المدرسه، وطبعا لو جاب درجات عاليه هيقدر يجمع عملات كتير جدا. وبيقعد يشرح في شويه قوانين كتيره كده معقده، وهنا مش ما بيكونش فاهم اي حاجه وبيسيبه ويمشي. وبعد كده بيبص لماش وبيقول انا واثق ان الولد ده هو اللي هيقدر يقضي على الفساد اللي موجود في المدرسه دي ويعمل لنا عالم جديد بدون اي واسطه او محسوبيه. وبعد كده بيكون ماشي مع الولد فين ورايحين الحصه بتاعتهم، لكن بيظهر قدامهم مسؤول الرياضه وبيطلب من ماش ان هو يشارك في المسابقه الرياضيه اللي هتحصل كمان شويه، وبيقول له المسابقه دي عباره عن كره قدم بس بنستخدم فيها المكانس السحريه. فماشي هنا بيرد عليه بيقول له انا ما بعرفش اطير بالمكنسه اصلا. فبيقول له بقول لك ايه، انا عارف ان انت بتضحك عليا وانا بامرك ان انت تشارك في المسابقه. فبيقول له خلاص براحتك طالما عايز تخسر. وبعد كده بنشوفه موجود في الملعب وان كل زمايله بيقولوا له احنا شفناك وانت بتعمل رقم قياسي جدا بالطيران بالمكنسه. وبعد كده بتبدا المباراه بينهم وبنلاقي ان الفريق بتاع الولد ماش عمال يخسر، وهنا كل فريقه عمال يبص له بيقول له ما تعمل حاجه يا عم الحاج. فبيقول لهم ما انا قلت لكم مش بعرف اطير بالمكنسه. وهنا كل الجمهور بيبدا يحدفوا بالازايز وبيقولوا ده شخص متخاذل ومتكاسل وعاوز يخسر فريقه، لكن ماش هنا بيقول انا لو خسرت المسابقه دي مش هعرف اجمع العملات اللي هتوديني للمنجم المقدس. وبكده ينتهي معانا ملخص الحلقه الثالثه من حكايه ماش. لو عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير.